بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين في كل مكان؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ده جولة كده سريعة على سطوح كده في الجولة مسائية يا جماعة. ده احنا بعد العصر هنا وانا اكل الطيور كل يوم بعد العصر. ده اكل الطيور يا جماعة. تمام، تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم نخش عندهم وناكله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده الطيور يا جماعة بتاعتنا. طبعا قبل ما تاكل ادينا المية، احنا غيرنا مية هنا وخلينا مية ايه نظيفة. ليه؟ احنا هنحط لهن الاكل ناكلوهن عشان ايه هما جعانين. تمام يا جماعة، هنا حطينا الاكل وهم ما ياكلوا كلهم الحمد لله. ده الروتين المسائي او الجولة المسائية او الاكل ايه بعد العصر كده بقيمة ساعة، قبل المغرب بساعة لازم ايه نجي ناكله. الكبير طبعا ياكل مرتين في اليوم، الصغير انت هتتابع معاه وهتاكليه اكل كتير، كل الاكل تحت منه على طول. هم يا جماعة. تمام. طبعا يا جماعة في ناس قالت على ان الواحد ما قسش الجلد بتاع البط، في متابعة يعني حبيبة بعتت لنا. هذا يا جماعة جلد البط ده مش قص جلده، ده كان عنده كساح. اها باين اهو. كان عنده كساح يا جماعة، ده علاج للكساح احنا عارفينه متعودين عليه هنا. فكان عنده كساح واحنا عالجناه، حتى الذكر الكبير اهو باين. تمام، وعالجناهن والله الحمد، يعني الحمد لله ربنا بارك لنا فيهن وخلاهن لينا. تمام، ده على بالنسبة لننقص جلد البط. هذا المسكوف يا جماعة، كرة المسكوف الله أكبر، يعني بسم الله ما شاء الله كبر. احنا يا جماعة هنا الأكل ده عيش وعليه النخالة أو الردة بتاعت القمح. تمام، عليه النخالة. احنا هنا نطحن نغلط القمح، فالنخالة بتاعتها هنستفادوا بيها نأكلوها للطيور. تمام. دي انتهي السودة تحت المسكوف يا جماعة، ودي انتهي البيضة. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. المية يا جماعة غيروا المية الصبح وبالليل، أو الصبح والعصر لازم تغيروا المية، لأن الطيور هتدعك المية دايما أول بأول. فانتوا ايه حطوا لهم أكلها، هم الأكل عجبهم بسم الله ما شاء الله. احنا معودينهم هنا على بواقي الوكل وعلى العيش على النخال على أي حاجة احنا معودينها عليها. هنحط لهم أي أكلة ياكلوا والله الحمد. تمام. ده الذكر يا جماعة، ربنا يبارك لنا فيه. وبرضه رجلة يا جماعة مقصوصة للناس اللي هتقولي رجلة مقصوصة. احنا هنا نعالج الكساح بان احنا انقصوا له الرجل بتاعته لما يتكسح عندنا البح والله الحمد، واقوم باذن الله. تمام. تابعوا القناة يا جماعة واشتركوا فيها، الرجاء الاشتراك في القناة، يعني ده تكرم منكم، وان شاء الله تعجبكم وتحبونا ونحبوكم في الله ولله. ربنا يديمها نعمة علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. دي المسكوف يا جماعة، انتهى المسكوف البيضة، ربنا يبارك لنا فيها ان شاء الله، ونعملوا منها خليط كده حلو مع بعضنا. تمام. ده البط الكبير مع بعض كده احنا حاطينه في اوضه الواحده مع نفسه. تعالوا حنروحوا عند البط الابيض ان شاء الله. وده يا جماعه البح الكبير او البط اللي احنا صورناه في فيديو مخصوص الواحده ان هو قرب بيض. تمام، حطينا له الاكل وهذا الميه بتاعته غيرناها عليه، واحنا اتفقنا ان البح ادم مقرب بيض لازم الميه تغير كل شوي لانها يدعك الميه. تمام. تمام. دي البحه اللي باضت يا جماعه، وانا قلت لكم ان السودا هتبيض الاول. اللهم بارك. باضت 4 بيضات، فاضل ان شاء الله ايه باذن الله التانية كده هتبيض معانا البيضة باذن الله. باذن الله باذن واحد احد هتبيض لنا المين البيضة. لسه اهي البيضة وشها محمر اكتر من السودة باضت، فالوش بتاعها كل ما ايه وبيض شوية بشوية. تمام. وهذا الذكر ربنا بارك لنا فيهن ان شاء الله ورزقنا واياكم ان شاء الله باذن الله. تمام يا جماعة. الناس يا جماعة في ناس تقول لنا تزغيط البط، يا جماعة احنا هنا والله ما نزغطوا البط نهائي. احنا هنهتموا بالاكل لكن مش هنحطوا البط نمسكوه نحطوا له اكل غصبة عنا لا. الاكل الاكل قدام يا جماعة واياكل هو، يعني هذا كر البطة انت شايفاه قدام عينك بسم الله ما شاء الله تبارك الله، وده سنة مش عجوز يعني. تمام. فاحنا هنا والله يا جماعة مش هنزغطوا البط نهائي، ما فيش حد يمسك البح او عندنا خالص ويحط له في خشمه، يعني خالص خالص اكل غصبة عنا لا.
ما نقدرش ناكله البط غصبت عنه. احنا نحطوا له الاكل. حطي اكل انت، حطي ذره، اللي احنا هنا غلة عندنا غلة الذرة دي. حطي فول، الفول المدشوش. اللهم صل على سيدنا محمد. ده حيرمي معاك شوية لحم، وانت حطي له اكل. اهتم بالاكل بتاعه، شوية علف، اهتم بالاكل. اكليه اكل صحي. لكن تزغيط البط عموما احنا مش هنزغط البط والله يا جماعة. تمام. فادي البحة السوداء باضت. اللهم صل على سيدنا محمد. فاضل ايه؟ فاضل البيضة دي. ربنا يبارك لنا فيهن ان شاء الله. تمام. زي ما قلنا احنا مخلينا البيضة لانها تدينا ايه؟ البح الابيض اللي احنا نحبه طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام يا جماعة. المية اهتموا بالمية تكون نظيفة. المية هنغيروها الصبح وبالليل زي دلوقتي والله، الصبح قبل المغرب. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. هذا الاكل. هو الاكل ادم تحت منه مش محتاج تصغيط يعني. انت اكل على قد ما تقدر حيديك ان شاء الله خير ورزق. ده ربنا ابارك لنا فيها حاجة. الايد تدي في ايدها تدي زي ما اقولوا كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي ذكر البح يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. وادي البحيتين لسه الثالثة. طبعا الثالثة زي ما اتفقنا انها بعديهن ب10 ايام، فاحنا ايه ما خليناهنش معاه عشان ايه نستفادوا بالكسرة بتاعت الذكر ان شاء الله يكون في البيض ده بتاعدينا ايه تخصيب. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. اهم دي اللي باضت يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا ان شاء الله هنكملوا ايه، هنشوفوا مع بعضنا. نبصوا على البط الصغير بصة كده سريعة ونشوفوا اخباره ايه والاكل بتاعه ايه. وادي يا جماعة البط الصغير زي ما اتفقنا. هنا حطينا له الاكل وحطينا له المية. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حجم يا جماعة. اللهم بارك. ده يا جماعة يعني حاجة و20 يوم، ممكن 25 يوم 26 يوم. تمام. ده بسم الله ما شاء الله اعمار، بس في يعني ممكن 20 وفي 25 وورا بعضهن يعني. اللهم بارك. برضو حجمه بسم الله ما شاء الله بان عليه يعني. الكبير الاولاني خالص اللي باين عليه. والاكل بتاعها يا جماعة ابتدينا نحطوا له خلط قمح. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. ده الاكبر حاجة ده اللي هو باضت. هماتي دول طبعا حجمهم باين. امهم اللي باضت الاول وطلعتهم الاول، فهي باضت برضو الاول الدور ده. تمام يا جماعة. الاكل خلوه دايما تحت منا. خلص الاكل نحطه اكل على طول. البح الصغير ده مش زي البح الكبير. البح الكبير عادي الاكل خلص من الصبح هنحطه له بعد العصر، لكن ده دايما يبقى في اكل تحت منه لازم، عشان يديك ان شاء الله باذن الله. كده احنا هنتابعه مع بعضنا وحنشوفوه باذن الله. باذن الله كده نشوفوا ايه اللي حيلحق في رمضان باذن الله. يعودها علينا وعليكم بخير باذن الله يا رب. ربنا كده ايه يكرمنا بالصحة وراحة البال ويجيب لنا رمضان على خير. اللهم امين يا رب. احنا وانتوا اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. ربنا ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا ينصر الاسلام ويعزهم يا رب. يا رب عز المسلمين في كل مكان باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ربنا يكرمنا واياكم ان شاء الله كده. وحرر الاقصى كده ان شاء الله يا جماعة. وربنا فرحنا واياكم والمسلمين اجمعين. تمام. فصلوا على النبي يا جماعة كده واذكروا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ده يا جماعة الاكل بتاعه. هو اكل واكل والله يا جماعة، ومخلص الوكل بتاعه. حطينا له وكل تاني. ما ينفعش الوكل يقعد فاضي من تحت منه اكل، لازم يقعد في اكل تحت منه. تمام. وهذا المية بتاعته يا جماعة نظيفة. كل شوية نغيروا المية، كل شوية نغيروا المية لازم يا جماعة. تمام. هنا ردينا على السؤالين اللي اتبعتت لنا في الفيديو ده في الروتين او الجولة السريعة على السطوح دي، ان تزغيط البط احنا هنا يا جماعة والله ما انزغطه خالص. يعني في ناس تقول ان هو ممكن يكون حرام ان انت تاكلي حاجة غصبا عنها، لكن احنا ما جربناش. ان احنا هناكله الحاجة وناخده الحاجة الكبيرة ونسيبه الصغير يكبر، لكن مش هناكله حاجة غصبا عنها. وانت اهتم بالاكل. حطي بقى زي ما قلت لك ذرة، فول المدشوش ده الابيض ده تنيخيه وتحطي لها شوية مية. تمام يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما اتفقنا يا جماعة احنا تزغيط البط هنا زي ما اتفقنا ان احنا مش هنزغط البح او البط. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا هنهتموا بالاكل بتاعه. اهتموا بالاكل ان شاء الله ربنا هيبارك لكم. وبرضه رديت على سؤال ان قص الجلد بتاع البط حرام. احنا يا جماعة والله ما مش هنعذبوا الحاجة اللي عندنا يعني. احنا الحمد لله نهتموا بيها وباكلها وبشربها وعلم ربنا يعني الحمد لله. مش هنقصوا جلدها التعذيب ليها. ده كان عنده كساح مش قادر يوقف، فاحنا نعالجوه.
والله الحمد. شكرا لكم جدا طبعا على الناس اللي علقت وبعتت لنا تعليقات ولايكات، وعلى الناس اللي تشاهدنا مشتركة عندنا في القناة. ويا ريت اللي عنده اي سؤال او اي تعليق يا ريت يكتبها لنا. طبعا اخوة في الله ومحبة كلها في الله، ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم يا رب على المحبة الدائمة كده لوجه الله، خالصة لوجه الله يا رب، اللهم امين. ادعمونا يا جماعة باللايكات ان شاء الله والاشتراكات باذن الله كده ايه القناة تكبر بيكم وليكم باذن واحد احد ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تمام يا جماعة، اي سؤال يجي على بالكم هتسألوا لنا وان شاء الله باذن الله ايه حنردوا عليه مع بعض. زي ما وريناكم فيديو البح ان هو قرب بيض والحمد لله باضت، والتانية ان شاء الله يومين 3 برضو باذن الله كده وحتبيض. احنا تعودنا عليهم، وزي ما قلنا يا جماعة الواحد اللي ربى يتعود على الحاجة ويعرف حاجته في البيت متى حتبيض ومتى مش حتبيض. تمام، احنا عملنا جولة كده عند البط الكبير وعند البح اللي ابيض، وادي البط ايه الصغير اللي احنا كنا مصورينه معاكم فيديو. تمام يا جماعة، اشتركونا في القناة وفعلوا لنا زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلكم ايه كل جديد. تمام، اهتموا بالاكل يا جماعة والشرب بتاعها، واليومين يومين الخريف دينا ايه كتروا الخلطات الطبيعية يا جماعة، كتروا. احنا النهارده مش عاملين الثوم والبصل، وهنا والله امبارح كنا عاملين لهم ثوم وبصل والكركم يا جماعة. حطوا على طول كركم، والكركم مفيد قوي. الناس اللي مش هتاكل عيش او لسه ما دخلتش عيش ما كملش شهر ممكن تحط خميره، الخميره حلوه خالص. بس احنا هي كمل خلاص الشهر، فاحنا ابتدينا النهارده اول يوم ندخله ايه شويه عيش في النخاله بتاعه القمح، احنا متعودين عليها وناكل طيورنا، بس لما ايه هتكون خلاص الشهر بتاعها او شهر. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام، واهتموا انتوا ايه بالاكل. قشر البرتقال يا جماعه، البرتقال اليومين دينا خلاص ابتدوا وجالنا قشر البرتقال، ما ترموهش، اغلوه حطوه ليه. وقشر الرمان، انا نعمل البرتقال والرمان مع بعضهن وانا غليهن وانحط للطيور كلها، مش ده بس، الكبير والصغير والفروج وكله والحمام، لانه مفيد للكل. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام يا جماعة، ان شاء الله بإذن الله الفيديو نال اعجابكم ونال رضاكم بإذن الله. كده تشتركوا في القناة وتتابعونا وتعملوا لنا لايكات وتفرحونا كده ايه بان انتوا تشتركوا عندنا وتتابعونا بإذن الله. ربنا يكرمنا وإياكم. تعليق يعني تعليق حلو منيكم كده يوصلنا ان شاء الله حيفرحنا ويجبر بخاطرنا. ربنا يجبر بخاطركم وإياكم يا رب العالمين. وتشجيع منيكم لينا لما تبعتوا لنا تعليقات ان شاء الله بإذن الله كده. واي سؤال طبعا تبعتوه والله الواحد ارد عليه يعني الحمد لله. وان شاء الله اللي مش هرد عليه هنعملوا له فيديو مخصوص، وهنا اتكلمنا في الفيديو عن السؤالات اللي اتبعتت لنا. تمام يا جماعة، فان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هنعملوا فيديو عن البحة التانية لما تبيض، وهنوريكم ازاي ان احنا نركدوهم ايه في مكان نخليهم يرقدن فيه كويس ويطمنا ومفيش حاجة تزعجها، لان لو في حاجة زعجاهن ولا جنبهن طيور البح مش هيطلع اللي تحت منين كويس واقومن ويقعدن. ولو في ذكر معاهن هنقوله ينفع ولا ما ينفعش. كل المعلومات دي هنقولوها ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. فابعتولنا اي سؤال يعجبكم او اي سؤال تكون عايزين نعمله عليه فيديو، وهنعمله عليه فيديو حلقة كاملة ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا ايه كده نولنا واياكم الخير كله يا رب. اشتركوا في القناة يا جماعة وفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.